عايزين تعرفوا ليه المصريين بيجي لهم رفض لما بيقدموا على شغل هنا؟ اسمع معايا. جالي رسالة على الماسنجر، واحد بيقول لي أنا كنت مقدم في مستشفى وقدمت وعملت بفيابونج واتقبلت الحمد لله، وقالوا لي خلاص هنجهز لك العقد، ولكن رديت عليهم ايميل علشان اسالهم. تخيلوا سالهم قال لهم ايه؟ تخيلوا قال لهم ايه؟ طبعا بدون ذكر اسماء. قال لهم هو انا بعد المعادله لو مشيت في عليا شرط جزائي؟ بيجي للألمان في أصعب نقطة هم بيخافوا منها، وأكتر حاجة سوقت سمعة الممرضين العرب عموما هي الحركة دي، إنك بتيجي وبعد المعادلة على طول تمشي. طب هو دلوقتي الراجل يخسر عليك وقت وفلوس وتجهيزات وسكن وفي الآخر بتمشي؟ طب إزاي يا جماعة؟ أنا معاك إن لو في حالات خاصة معينة ممكن تمشي، إنما بالطريقة دي لا، ما ينفعش. ازاي تكون انت جاي المانيا وهتشتغل ويصرف عليك المشغل كل ده وفي الاخر تسيبه وتمشي؟ في بعض الظروف المعينه لو حصل مشاكل، واجهت مشكله مع المشغل، تمام. السبب الثاني اتكلم عليه واحد من كام يوم كده، طلع على جروبات كتيره واتكلم تقريبا من نورد راين ولا في المنطقه دي، وقال لك يا جماعه المصريين ما بقوش يتقبلوا، انتوا مش عارفه ايه وايه. كل كلامه طبعا مش صح، وللاسباب اللي قالها ده كلام مش صح، وناس كتير طلعت كدبته وقالت كده، ولكن هو عنده حق. عنده حق في حاجه واحده، ان اللغه يا جماعه مهمه جدا. تخيل انت في دوله ما بيتكلموش فيها، تخيل انت في مصر وفي مستشفى في مصر وجايبين لك ممرض ما بيتكلمش عربي، طب هيتكلم مع المريض ازاي؟ طيب دي حاجه مهمه جدا، لازم يكون الانسان متفهم الموضوع ده. فيا جماعه ارجوكم نذاكر لغه كويس. اتاخر شهر شهرين ثلاثه في مصر مش مشكله، بس تعالى وانت لغتك قويه، والله العظيم هتتعب في الاول. احنا جينا في الاوائل وتعبنا، وده كان غلط كبير، كان غلط كبير ان احنا جينا وكانت لغتنا ضعيفه في الاول. لا، انا عايزك تبقى لغتك قوي وتيجي هنا وتقف على رجلك. شد حيلكم وبالتوفيق ان شاء الله، ربنا يقويكم، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جديده. كل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم جميعا يا رب. بكره ان شاء الله وقفه عرفه، ربنا يبارك فيكم وبالتوفيق للجميع. وما تنسوش اللغه هي مفتاحك لالمانيا. السلام عليكم.